ضيفي النهاردة في Beyond the Surface هو فنان موهوب وفاشن ديزاينر من المجتمع المصري، وعلشان كده حوارنا النهاردة هيكون على الزوم. الحقيقة هو مختلف عن باقي الفاشن ديزاينرز في انه بيهتم جدا بالايدنتيتي المصري ورابط كل الكولكشن والديزاينز بتاعته بالتراث المصري. هو أيضا نائب رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية وبيهتم جدا بصناعة الحرف اليدوية. هو صاحب أتيليه ميزون سامي. النهاردة ضيفي هيكون معايا الفنان الفاشن ديزاينر محمد سامي. النفس البشرية كلها أسرار. ورا كل شخصية ناجحة محبوبة في الكوميونتي كواليتيز كتير محدش يعرف عنها. قصص حقيقية ورؤية وخبرات ودروس وتحديات شكلت شخصيتهم وكونت قوتهم. كل واحد عنده story to tell and to inspire. هنتقابل ونتحاور مع the real person beyond the surface. محمد سامي فاشن ديزاينر وفنان من المجتمع المصري اللي أنا فخورة وسعيدة إن هو النهاردة ضيفي في Beyond the Surface. أهلا بيك يا محمد. بدون ألقاب طبعا، أنت ألقابك كتيرة لكن هنعملها النهاردة Beyond the Surface كده، فالقعدة يعني كاجوال. أهلا بيك يا محمد، نورتني. ثانك يو غادة، ازيك؟ اخبارك ايه؟ اخبار الدنيا عندك ايه والجو؟ والله احنا الجو عندنا ساقع، عشان كده انا بتدفى بضيوف المصريين. ربنا يخليكي، ثانك يو ليكي. أنا سعيدة إن أنت قبلت دعوتي عشان نتكلم. ممكن يبقى في ناس كتير في كندا ما يعرفوش محمد سامي، في ناس كتير في المجتمع المصري تعرفك وفخورة بيك، فأنا دايما بحب إن احنا نبلند ما بين المصريين أو العرب بره وجوه. حلو إن احنا نعرف عن بعض ونعرف عن مهارات بعض. محمد، هسألك أول سؤال. أنت مين وأنت لوحدك يا محمد؟ مين محمد؟ أنا دايما بحب أعرف نفسي إني مصمم أزياء مصري، لأنه أنا معتز جدا بمصريتي وقوميتي، وبشوف إن انتماء كل واحد لبلده أيا كان البلد هو فخر لأي بني آدم. حقيقي. فأنا سيمبلي كده محمد سامي، مصري الجنسية. أهلا بيك يا محمد، وأهلا بمصريتك اللي أنا بعتز بيها جدا. Thank you. ولما دردشنا واحنا بنرتب للحلقة كلمتني عن إن حلم الفاشن ديزاين ابتدى معاك بدري جدا من سن صغير، وحكيت لي كتير عن طفولتك وترتيبك في الأسرة وإزاي العيلة كانت داعمة وقد إيه فيها عندك فنانة في البيت كمان. فعايزاك تحكي لي شوية كده عن طفولتك وتشاركنا قد إيه ده مهم عشان تخلق إنسان ناجح ومتميز في مجاله. أنا بشوف الفنان أصله البيت، وأنا كنت الحقيقة يعني محظوظ إني طالع في بيت فني، الأم والأب والجدة. أنا مواليد الكويت وعشت 10 سنين من عمري في الكويت، فكان في كالتشر مختلفة الحقيقة وثقافة مختلفة، ودي يعني زودت حتة كبيرة في شخصيتي. خلقت انتماء من نوع مختلف، يعني اني مغترب وفي وسط جنسيات مختلفة، فخلقت عني وكنا بننزل كل صيف طبعا مصر، فخلقت عندي انتماء من نوع مختلف. الجزء الثاني من حياتي عشت في اسكندرية لمدة 7 أو 8 سنين، واسكندرية بلد يعني مليانة ثقافات كتير ومتنوعة وفنية. والبيت بقى كان ليه تأثير مختلف، لأنه زي ما بقول لك أنا من عيلة
امي وابويا ذوقهم حلو، وامي بترسم حلو، وجدتي كانت بترسم حلو. وفي بيت جدتي الحقيقه اتعلمت بقى كل الاصول الفنيه. بيت متذوق لجميع انواع الفنون، من موسيقى لادب لفن. مهم. آه، طبعا خالاتي وجدتي. وجدتي بقى كانت يعني محترفة كل الأعمال اليدوية والأشغال الفنية. وأنا خدت منها ده الحقيقة، يعني من ابتديت وأنا بقى ابتديت تحس ان انت عايز تشتغل بايدك، مش بس قاعد تتفرج عليهم، او من امتى، من انهي عمر وابتديت من تابلاي من الكلام ده؟ سبع من 7 أو 8 سنين. ياه. كنت لأن أنا أمي كانت في الكويت مثلا بتخيط لنا، عندها مكنة وبتخيط، فأنا كنت بشوف حرف مم. يعني بشوف خياطة وبشوف أشغال فنية. وبعدين لما كنت بنزل اسكندرية في الصيف ألاقي مثلا خياطة بتاعت جدتي بتنزل تشتغل وكده، وجدتي كانت بتشتغل كروشيه، فعيني أخدت على الكلام ده والذوق ده. مهم. من وأنا صغير كنت ماسك الإبرة والخيط. أنا ولد وحيد على 3 بنات، وتقريبا الولد يعني الفرد الوحيد في الأسرة دي من إخواتي البنات اللي كنت بمسك إبرة وخيط. هم ما لهمش في الكلام ده خالص. وابتديت أشتغل بقى حاجات أبليكس وخيط زراير، يعني أشغال فنية كده يعني بدائية. واضح وصريح من الاول، في آه في آه آه تالنت دايركتد. طب دراستك بالظبط. يا محمد، وبعد كده بداياتك بعد الدراسة، دراستك كانت ايه، وايه اول شغلانة كان ليها علاقة بالفاشن؟ أنا خريج كلية تربية فنية مم. جامعة حلوان. وأول تجربة حقيقية للفاشن كانت بعد ما اتخرجت على طول، يعني تاني يوم بالظبط كده من آخر امتحان في البكالوريوس. نزلت على مصنع، كان أكبر مصنع طبعا في مصر، ماري لوي. ودخلت بكل ثقة. مش عايز وما تضيع وقت. كنتش دارس. لا، أنا كنت عارف أنا عايز إيه مم. بالظبط، يعني مم. تحديدا. ودخلت. انا فاكر قلت لهم بكل ثقه انا فاشن ديزاينر وعايز اقابل صاحبه المصنع. منتهى الثقة. وقابلتها. فكرة هو ده اللي اه ينفع. ان اه انت you know what you want. انا لغايه دلوقتي عندي الاصرار ده، انه حتى لما الناس تقول لي طب ما بتقلقش، ما بتخافش من رد الفعل، انا يعني عندي الجرأة دي. مم. وبعدين زادت كمان لما ابتديت اشتغل. كان دايما يقولوا لي يعني او اتربيت على كده اني اخبط البيبان كلها. دلوقتي انا برزع البيبان يعني ما عنديش بقى اخبط، لا بخش على طول على الباب ايا كان. لانه التجربه ممتعه. انا بالنسبه لي دي جيرني، مم. وبستمتع بالجيرني دي. اشتغلت مع ماري لوي فعلا، حققت الحلم وابتديت واشتغلت اه واشتغلت few years، صح؟ اشتغلت 5 سنين. مهم. وبعد 5 سنين كنت انا بقى معروف في العيله ان انا بعرف افصل كويس، لاني اتعلمت كمان. امي قالت لي لازم تتعلم باترون وخياطه. اوكي. آه، وانا كان عندي مكنه صغيره بتاعت امي، وابتديت اشتغل حتى وانا بشتغل في ماري لوي. كنت بشتغل اخلص شغل وارجع البيت عندي نفس الشغف اني مم. ابتدي اعمل بقى لاخواتي البنات لقرايبي. وابتديت بعد سنتين مثلا يعني اعمل سواريهات وانزل ابيعها في محلات، وكانت الحمد لله يعني بتلقى اعجاب وقبول سيدات كتير. الاثنين. لغايه ما اه، اتفضل اتفضل، جو اهيد. لغايه ما يعني بعد 5 سنين بالظبط حسيت ان انا لا، يعني ده خلاص كده ستوب مصنع. وابتديت افتح اتوليه مع مرات خالي، هي نمساويه. وابتدينا بقى نشتغل شغل بروفيشنال بقى. ميزان ثاني بقى جه امتى؟ ميزان سامي جاء من 6 سنين بالظبط، 2018. مهم. لما ابتديت اعمل كولكشن بريتا بورتي بقى، ريدي تو وير. وانزله ويبقى عندي يعني شوروم صغيره كده. وابدا بقى اشوف رد فعل الناس. كنت محتاج اشوف رد فعل الناس على الديزاينز بتاعتي.
السكوب بتاع الميزان سامي ان انت بتعمل كولكشن، دورة العمل ايه؟ يعني احنا الناس اللي بعيدة قوي عن الفاشن مش بتبقى فاهمة ان الاتيليه او بيت الازياء بيبقى ماشي ازاي. هل انت بتعمل كولكشن سيزونال؟ هل بتعمل فاشن شو؟ يعني how does it go كده؟ ادينا بلينك كده عن الموضوع ده. انا بعمل دايما كولكشن كل سيزون. لو الظروف والدنيا ظبطت بعمل فاشن شو او بعمل فوتوشوت للكولكشن، مم. وببتدي اعرضه على السوشيال ميديا، وبيجي لي بعد كده الاوردرز للكولكشنز ده. حلو. رحلات كتير حكيت لي عليها، بس في رحلتين انت قلت لي ان هم يعني مايلستونز في حياتك، رحلة الهند ورحلة كينيا، وقلت لي كلمة انا بحبها قوي، ان هم كان ليهم دور في البراندنج. كان ليهم دور قوي في البراندنج، لانه اول بيبي كان اسمه سامي ديزاينز، ده كان 2013. ده سافرت الهند والهند بلد طبعا ثرية جدا بحضارتها وثقافتها. اللي كان ملفت للنظر ازاي ان هي الهنود، طبعا الديزاينرز الهنود قدروا ينقلوا الثقافة دي للعالم كله، بس بطريقة مودرن وبطريقة عصرية تمكن أي حد من أي شعب إن هو يلبس من ثقافتهم وحضارتهم. ودخلت مول كبير في دلهي، محل كبير جدا ليه فروع عالمية، وفروع العالمية دي في كل العالم زي بعض، يعني شبه بعض، يعني نوع من الايدنتيتي. مم. الا طبعا الهند لقيت ديبارتمنت كامل لللوكال ديزاينرز الهنود في منتجاتهم الهندية، مم. سواء قماش او هاند كرافتس، بس بطريقة مودرن بقى، بلوزة مودرن تماما وفيها هاند كرافتس هندي وشغل يدوي. ونفس الكلام رجالي برضه، قمصان رجالي. وده اللي ما فلما كانش عندنا، يعني ده ده ما كانش موجود. ده حديثا في براندز كتيرة لوكال وما شاء الله بقت بالظبط. عالمية، ودي حاجة يعني أكيد كل ديزاينر مصري بيحط الفوت برينت بتاعته المصرية في الآخر، لأن دي من روحه. ف طيب اتفضل كمل كينيا بقى. كينيا الحقيقة من ضمن السفريات برضو اللي كانت ليها أثر ومدرسة، أنا بعتبرها، لأن هي علمتني إنه خاصة في الهاند كرافتس، يعني لأن أنا مهتم شوية أكتر في الحتة دي. علمتني إن البرودكتس يبقى له وظيفة، مش بس من ناحية جمالية. والفكر ده الحقيقة نما أكتر جوايا لما الحالة الاقتصادية في العالم كله اتغيرت، وبقى الناس بتروح للحاجة اللي محتاجاها مش عايزاها. مم. آم، فبقيت بشوف انه اي برودكت دلوقتي احنا لازم ننتجه، لازم يكون الناس محتاجة تشتريه ومحتاجة يبقى عندها. مم. فده اللي خلى ده النقلة بقى اللي خلتني لما شفت الشال التلي من 10 سنين اشوف ان هو مش مجرد شيل، مش لازم ان هو يبقى مجرد شيل، لانه يا لا الست هتشتريه. مم. لكن لما يبقى فستان او بلوزه او وات ايفر البرودكت بس ليه وظيفه، الناس هتقبل عليه وتشتريه اكتر واسرع. كنت هسألك على ايه حكايتك مع التلي، وازاي بتربط لا ده الفاشن؟ حكايات. دي حكايات وازاي بتربط الفاشن عرفت تربط الفاشن بالتراث المصري، وتستخدم الفابريكس اللي على رأسها التلي، لان انا اعتقد ان انت واقع في غرامه. انت خلتني آه. اليومين اللي فاتوا go deeper into this material، واشوف ازاي بيطرزوا الخيوط اللي هي المعدنية، الالوان اللي هي المضيئة زي الفضي والذهبي. صلح لي لو انا بقول حاجة على قماشات لا مظبوط. شيفون، انا قد ايه روعة يعني. آه. فاحكي لي عن علاقتك بالتلي. علاقة جت بالصدفة تماما. أنا كنت من موردين المعارض اللي بتعملها وزارة التضامن. كان أياميها لسه بس ديارنا. ولفت نظري وأنا بمر كده، لقيت بوث فيه ست من فنانات الصعيد. لقيتها عارضة قماشات بتلمع. اه. فدخلت قلت لها هو ده ايه؟ فشرحت لي، قالت لي ده التلي، واحنا في سوهاج مشهورين بشغله.
وابتديت اجمع، يعني عجبني كذا شال كده ابتديت اجمعه ونزلت الحسين، لقيت برضو، ما انا لفت نظري بقى خلاص القماش اللي بيلمع. عينك هتجيبه بقى من اي حته، هتشوف بالظبط هتلاقيه كده موجود كتير جدا. بالظبط مش كده؟ فلقيت ما كانش 2013 ما كانش موجود قوي لا يعني يعني كان. مثلا لو نزلت الحسين هتلاقيه، بس هو كان في وسط حاجات كتير، فممكن كان مش بالظبط واخد وده عينك لحد حقيقي. ما انت you started to recognize الماتيريال دي، هتلاقي ما بالظبط بتشوفش غيرها يعني في وده اللي جمالها. حصل فعلا. وده اللي حصل فعلا ان انا بقيت انزل اي مكان فيه فابريكس مصري او هاند كرافتس مصري وادور على التلي، مم. يعني ومش عارف هعمل بيه ايه، هي مجرد ان انا قماش انا باخده بس. مم. جات لي فرصه 2014 اني اعمل فاشن شو، فابتديت اطلع القماشات دي وابتديت اعمل بقى اوت كوتير صح بالتلي. مم. انا كنت متاكد الحقيقه ان انا هنجح، بس ما كنتش عارف ان انا هعمل البومينج واخد الاكسبوجر القوي ده من ورا الكولكشن ده، لانه كان في وراه قصه ومعنى ومسج. مم. و2014 كانت بدات الناس يبقى عندها انتماء قوي للبلد وانتماء صحيح. لتراثها مم. وحضارتها، إيه، فبدات الناس. التلي بس شيلان ولا قماشات؟ هو بتتباع قماشه عرضها 90 سم وطولها مترين. اوكي. فكان بتتباع لانها يا قماشه يا شال. يعني مش كل الناس كانت بتفكر ان هي قماشه، لان ما كانش حد عارف يتعمل بيها ايه، فكانوا اوكي. بيشتروها شيلين تتحط بس على فستان اسود سامبل يعني. مم. لكن انا انت خدتها خليت بقى في حته منها تانيه. بقى. مم. اه خدتها في حته تانيه خالص، خدتها زي ما بقول لك المدرسه بتاعت الهند، طبقتها بقى على الشيلين دي، وابتديت اعمل فستان سواري وفستان كوكتيل من القماشه التلي، مع الاحتفاظ بالموتيفات، لان احنا عندنا موتيفز مختلفه تماما عن اي بلد بتشتغل التلي. في بلاد مم. كتير بتشتغل تلي، بس احنا عندنا موتيفات الحقيقه شعبيه مختلفه شويه عن التلي في اي مكان. فاحتفظت بالبصمة بتاعة بالظبط بالبصمة بتاعة ازاي القماشة دي tolerated او بتستخدم في الكالتشر بالظبط بتاعتنا. بالظبط وده الايدنتيتي بتاعتي، انه ممكن تشوفي فساتين او برودكتس تلي في العالم كله، يعني تركيا مثلا فيها برودكتس تلي، البحرين، لبنان اشتغلوا تلي، مع مم. اختلاف الغرزة واختلاف الموتيفة، مم. وده اللي بيميز مصر الحقيقة. محمد، انا عارفة ان انت بتصمم ديزاين للفيرست ليدي تمام ومجموعة من السليبرتيز. تمام. كلمني عن حجم المسؤولية مع الفيرست ليدي، وازاي انت بتكستمايز لشخصيات عامة على رأسهم الفيرست ليدي او السليبرتيز، الديزاينز بتاعتك، وايه الاكسبيرينس مع الشخصيات العامة دي؟ يعني خليني اقول لك في الاول، انا لازم ابقى مقتنع عشان البس السليبرتيز والفيرست ليدي، لازم يبقى عندي قناعه، وقناعه شخصيه الحقيقه كمان، انه اللبس مسج. مم. كل واحد بيعبر بلبسه عن شخصيته وعن بيئته وتكوينه. صحيح. وده الحقيقة يعني أكده أكتر لما ابتديت أدرس البروتوكول، خاصة لما يعني اتعاملت مع الفيرست ليدي والوزيرات. مم. عندنا وزيرات رائعات كلهم بيلبسوا حلو قوي وبيهتموا بالمظهر، مم. وعندهم نفس الكونسبت اللي عندي، انه اللبس هو مسج، ومسج قوية بيعبروا بيها عن شخصيتهم ووظائفهم كمان، لأنه في الأول وفي الآخر It's ده your presentation. It's your presentation بالظبط طبعا. بس بس ازاي بتقدر تصمم؟ هل مثلا بتقعدوا تتكلموا؟ هل انت بتدرس الشخصية؟ هل يعني ازاي بتطلع بالاوتكم اللي هو يتماشى مع كل الحاجات اللي taken in consideration، سواء كان بروتوكول الشخصية، السبيريت، طريقة اللبس، الروح، عشان في الاخر هي تشوف الديزاين ده وتقول ايوه انا هلبسه. هو ده برضه قرار كبير، فازاي بتوصل لكده؟ أولا أنا ساعدني دراستي في تربية فنية، لأن جزء
كبير من الدراسة كان علم نفس وتكوين الشخصية. فأنا بشتغل علم نفس، يعني أنا بقول لنفسي أنا بشتغل معالج نفسي لأنه اللبس خلي بالك بيتأثر بالمود واللون نفسه. ممكن يغير لك مودك وشخصيتك. يعني ممكن انت تبقي شخصية مسالمة جدا لكن صحيح. تلبسي لون ناري يخليكي متنرفزة متوترة. فالحاجات دي ببقى حاططها قدامي in consideration طبعا أكيد. طبعا وبشكل مخيف. يعني انا خاصة في الحاجات البروتوكولية الرسمية لازم ابقى وانا بعرض البروبوزل للموديل لازم ابقى كين جدا اللون هيبقى ايه طبعا. والديكور حتى. يعني انا يعني لازم بشوف الاول وبسأل الديكور ايه، الخلفية ايه، الايفنت عبارة عن ايه. لازم الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لي. وبتساعدني كمان الشخصية. اكيد. الحاجة كمان المهمة انه دايما ببقى حاطط في دماغي انه ما غيرش الشخصية. طبعا، يعني لان انت اساسا انت راجل مؤمن بالايدنتيتي، فانت لا، وكل شخصية ليها ايدنتيتي. فما ينفعش ان انا يعني انا كنت بعمل بودكاست مع دكتور تجميل صديقي من اشهر دكاترة التجميل في مصر. فكان السؤال انه لو جات لك واحدة وهو عنده نفس الكونسبت بتاع الايدنتيتي، لو جات لك واحدة وبقوم كتير دلوقتي للاسف انا عايزة ابقى هيفا وهبي او عايزة ابقى يعني وات ايفر من السليبرتيز. صحيح. فبيقول لي برفض تماما لانه انا مقتنع ان ربنا خلقنا كل واحد ببصمه. فما ينفعش ان انا كبني ادم اغير البصمه دي، وهكذا في الرسم. يعني عشان كده انا بميل اكتر للسير كوماند او اعمل حاجه باي اوردر، مش ماس برودكشن. انا ما لقيتش نفسي في الماس برودكشن لانه انا بالنسبه لي زي ما بقول لك عندي كونسبت ما ينفعش الناس كلها تبقى شبه بعض. فلو عملت ماس برودكشن انا بفعل اوريدي وباكد انه كلكم بقى نفس الشكل. لا، هو فكره الكولكشن ان انت بتعمل ماستر بيسز. صحيح. يعني مش كل واحد، يعني كل قطعه ليها حدوته. انا بتصور ان ورا كل قطعه حدوته قصة. هي فعلا قصة. يعني سواء بالقماشة أو بالموديل بالكارت وبالسيركمستانسز اللي انت متهيألي صممتها فيها. وده هياخدني بقى لسؤال عرض الازياء الاخير اللي كان من وجهة نظري دامج بقى ما بين الفاشن والحضارة. يعني عرض الازياء الاخير اللي انت عملته في متحف الحضارة، واللي كان اسمه من النيل الى تترس. حباك تكلمني عنه وتحكي لي عن التجربة وسماتها والميوزك بتاعتها يعني كل حاجة حلوة حصلت فيها. هو أنا الحقيقة يعني شرفت بأن سفيرة سلوفاكيا الحقيقة يعني وهي بتتكلم كده فابتدينا نعمل الكولابوريشن دي لأن احنا شفنا إنه مصر وسلوفاكيا فيها ثقافة وحضارة إلى حد ما متقاربة. والتقارب كمان جاي من ان احنا بنخلق جنريشن جديد بيأكد على الحضارة دي وبيحيي التراث بتاعها والثقافة. فجت كده ان احنا يلا نعمل حاجه اسمها ايفنت تبادل ثقافي ونسميه من النيل تترس. تترس ده طبعا نهر في سلوفاكيا والنيل هو نهر النيل العظيم يعني. فلقينا ان احنا ممكن نعمل ايفنت قوي. والحقيقه الحمد لله كان قوي قوي بالفكره وقوي بالبرودكت نفسها وقوي بضيوفه لانه كان كل اللي موجودين ابريشيت للفكره وداعمين ليها.
وكان في قطعة هم موسيقية عدد. معمولة مخصوص أعتقد تتماشى مع الجو مع الفاشن. انا من الشخصيات اللي بحب التفاصيل جدا مم. وبيكي جدا في اختيار ادق التفاصيل في شغلي. فانا ليا صديقي جورج، قلت الحقيقه من هو مايسترو عظيم ومؤلف موسيقي، فكلمته وقلت له مش هينفع يبقى الفاشن شو ده يتحط فيه اي ميوزك يعني، مم. وخاصة إن هو في متحف الحضارة وبيعبر عن مصريتنا والايدنتيتي بتاعتنا. فالحقيقة بالظبط في 4 أيام قال لي أنا مش هديك الفرصة إنك تحط أي ميوزك مع إنه كان مضغوط شوية، فعمل لي الحقيقة مقطوعة موسيقية رائعة رائعة يعني. انا سمعتها وحقيقي بهرتني وعجبتني واعتقد ان هي الناس اللي حضروا الفاشن كانوا يعني جوه المود خالص بالميوزك، لانها كانوا كانت لايقه مع المتحف ومع اللبس الديزاينز اللي انت عاملها مع الروح التراث والقماشات الرائعه اللي انت ده مستخدمها. حقيقي. حقيقي يعني العرض بالرغم ان انا بتفرج عليه اوفرسيز بس بهرني. إن شاء الله تشرفوني في ان شاء العرض اللي الله. جاي كده، ان يبقى في شاء الله. المتحف الكبير بإذن يا الله. رب يا رب. محمد، قبل ما نختم عايزة أسألك حلمك إيه؟ إيه النكست ستيب؟ حلمي أولا كمصري وكفاشن ديزاينر إنه يبقى مصر ليها بصمة مختلفة في عالم الأزياء. احنا بنشوف دلوقتي اللبنانيين وطبعا العرب كمان ليهم في باريس فاشن ويك وميلانو فاشن ويك آه، جولات وصوالات يعني في صحيح. عالم الموضة هناك. المصريين لسه ما قدروش يثبتوا ده قوي. طبعا في زمايلي راحوا وقادرين ان هم يستمروا في الحته دي. بس انا شايف انه احنا لينا وضع برضو تاني ومختلف، وده اللي انا ان شاء الله بحاول اعمله في ميلانو فاشن ويك في شهر 9، انه اطلع بايدنتيتي مصري بقى، انه ده يتقال ان ده مصري، ان الفاشن ديزاينر ده عامل لنا مش بس كجنسيه، ككولكشن يعبر كولكشن. عن صحيح. مصر. يعبر عن مصر ويعبر عن الماتيريال اللي الناس يعني تكاد تكون لسه مش عارفاها. يعني انا صحيح. فاكر وده الحقيقه المثل ده انا بقوله لطلبه الجامعه، ان احنا عندنا ايدنتيتي وصعب انها تتسرق. مم. من 4 سنين كده كان أديل مغنيه انجليزيه طلعت بفستان سيوه مم. كله امبرويدري من سيوه، وكان من بيت ازياء كلوي. ف يعني لما طلعت محدش ذكر خالص ان ده من سيوه، مم. غير احنا طبعا المصريين، لانه ده الايدنتيتي لأن بتاعتنا. الايدنتيتي بتاعتنا. بالظبط. فبيت ازياء كلوي على استحياء لما لقى طبعا ضجه اعلاميه وان ده inspired by the Egyptian. هم قالوا ان ده الديزاينر اللي عمله من اصول مصريه. مم. مم. ف... فالايدنتيتي بتاعتنا عمرها ما هتتسرق، ولازم تطلع بره مصر من مصريين، مش من غير المصريين. ده حقيقي. فالحقيقه ده املي يعني، انه احنا يبقى لنا وضع تاني كمصممين ازياء والكولكشنز بتاعتنا. هو انت قلت في اول الحوار انت عارف انت عايز ايه، فلانك ان شاء الله ماشي بخطوات ثابته وعندك ايدنتيتي والايدنتيتي دي مصريه، فان شاء الله انت هتوصل للعالميه. وانا يعني الحوار معاك ما يخلصش، وسعيده اشكرك. جدا سعيده جدا بالحوار ده وبكم الايجابيه اللي انت اضفتها لنا. وانا يعني بدعو كل المصريين لما ينزلوا مصر يزوروك، لانه اكيد ميزان سامي از بيس اوف ارت. انا شخصيا هجيلك لما اجي. بتشرفيني. وميرسي على انك كنت معانا النهارده في بيوند ذا سيرفيس، واديت لنا يعني لمحه عن قصة نجاح جميلة محددة الأهداف. يا ريت كلنا نبقى defined planned، لأنه أكيد اللي بيحط لنفسه هدف بيوصل، وبيبقى من وراه جواه شخصية هي عارفة هي عايزة تعمل إيه. فميرسي قوي يا محمد على الوقت اللي اديته لنا، ونورت Beyond the Surf. أشكرك، ميرسي جدا جدا على الاستضافة دي، وإنك خرجتي من جوايا كده حاجات كنت عايزة أقولها، وحلو إن أنا بقولها للمصريين في الخارج، لأنه أنا عارف يعني إيه غربة ويعني إيه بعيد ده عن حقيقي. الوطن.
وبمد لهم ايدي وبقول لهم تعالوا بقى البسوا مصري. احنا جايين كلنا في الاجازات. ثانك يو سو ماتش. يلا اشكرك، ثانك يو اشكرك، ليكي. مع السلامه، مع السلامه.